إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة لكشف أكاذيب الرافضة حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. واليوم بإذن الله نرد على الحلقة الثالثة من سلسلة الوجه الآخر لعائشة لهذا الرافضي. قبل ما نبدأ، لو حضرتك مهتم بتفنيد أكاذيب أعداء الإسلام من الملاحدة والمنصرين والرافضة والعلمانيين، فيمكنكم الاشتراك في هذه القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. وقبل ما نبدأ أيضا نسأل الله تعالى أن يرحم أخانا الإعلامي الفاضل محمد صابر رحمة واسعة، وأن يجزيه عما قدم للأمة الإسلامية خير الجزاء، وأن يصبر أهله ويربط على قلوبهم. طبعا نحن أثبتنا خلال الحلقات السابقة أن هذا الرافضي لم يقل معلومة واحدة صحيحة فيما خالف فيه المسلمين، وأثبتنا أيضا أن كل كلامه عبارة عن تخاريف رافضية وخزعبلات سبائية ما أنزل الله بها من سلطان. لكن حلقة اليوم حلقة خطيرة جدا، لأن هذا الرافضي السبئي أعلن مرة أخرى أنه يعتنق عقيدة اليهود ويتبع نفس عادتهم في معاملة النساء وقت الحيض. عائشة كانت 24 ساعة طيلة العام دائما حائض. كما سمعتم أيها الإخوة، هذا الرافضي بدأ حلقته المضحكة بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهمه بعصيان الله عز وجل ومخالفة نهيه في القرآن الكريم. الرافضي يقول: عائشة كانت 24 ساعة طيلة العام دائما حائض. وأيضا يقول الرافضي أن حيض عائشة لا ينتهي أبدا. إذن هذا الرافضي زعم أن أم المؤمنين عائشة كانت في حيض طيلة حياتها. وطبعا كما تعلمون لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وقت الحيض، صح؟ لأن الله تعالى يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي لا تجامعوا نساءكم في فروجهن وقت حيضهن. أي رجل طبيعي يعاشر زوجته. وزعم الرافضي أنها كانت حائض طيلة حياتها، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاشرها وهي حائض. فهذا الرافضي افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم واتهمه أنه خالف أمر الله وخالف القرآن وجامع زوجته وقت حيضها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا إخوة، طعون الرافضة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تنتهي أبدا ما داموا يعتنقون هذا الدين السبئي. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في زواجه من أم المؤمنين عائشة حوالي 9 سنوات، والمرأة الطبيعية تحيض كل شهر مرة، يعني في السنة 12 مرة. نضرب 9 سنوات في 12 مرة يساوي 108 مرة، فتكون قد حاضت أكثر من 100 مرة في الفترة التي عاشتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والحيضة الطبيعية تكون مدتها 5 أيام تقريبا في المتوسط، يعني لو ضربنا 100 مرة في 5 أيام يبقى عندنا أكثر من 500 يوم حيض في الفترة التي قضتها أم المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعادل 1.5 سنة تقريبا. يعني أم المؤمنين حكت لنا فقط حوالي 10-15 موقف من المواقف التي حدثت معها خلال 1.5 سنة من الحيض. فهل هذا كثير؟ انت مستكتر عليها عدد مرات حيضها وعدد هذه المواقف وحاسس ان كده كتير؟ شوف يا اخي، الجهل لما يجتمع مع الفكر السبئي حاجة مسخرة والله. هذا السبئي يستنكر الأحاديث التي روتها لنا أم المؤمنين عائشة عن أحكام الحيض. هي مسألة الحيض دي المرأة هي التي صنعتها لنفسها، أم أن هذا شيء كتبه الله على النساء؟ في أول كتاب الحيض من صحيح البخاري ستجد الإمام البخاري عنون هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وذكر تحت هذا العنوان الحديث الذي يدل عليه. يعني هذا شيء فطري وطبيعي جدا عند النساء، بل المرأة التي لا تحيض يكون لديها مشكلة. وبما أنه شيء فطري فلا بد للشرع أن يبين أحكامه حتى تتعلم النساء أحكام التعامل مع الحيض. طيب كيف ستتعلم نساء المسلمين هذه الأحكام ما لم تحدث الوقائع والمواقف التي حكتها لنا أم المؤمنين عائشة وغيرها؟ وإذا تتبعتم أحاديث عائشة في الحيض فلن تجدوا مبرر لها. تتكلم عن حيضها في أي مناسبة، يعني تذكر حديث لا يوجد فيه حكم فقهي ولا أي شيء، ومع ذلك تذكر أنها حائض. طيب اذكر لنا دليلك على هذا الكلام. صحيح البخاري حديث 297، الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتئك في حجري. كان إيه يا رافضي؟ كان يتئك في حجري. بتقول لي كان إيه؟ كان يتئك في حجري. طيب كمل. وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله يتكئ على حجر عائشة الحائض ويقرأ القرآن. طبعا لعل بعضكم الآن سقط على ظهره من الضحك على هذا الرافضي، لأن عنوان الباب في صحيح البخاري يقول: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.
وهذا هو الحكم الشرعي المستنبط بالفعل من هذه الرواية، وهو جواز أن يقرأ الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة الإسلامية، والله عز وجل هو الذي أمرنا أن نتأسى برسوله عليه الصلاة والسلام، وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجر امرأته وهي حائض ويقرأ القرآن، فهذا الفعل تشريع للأمة الإسلامية، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، وأيضا يدل على أن المرأة في دين الإسلام العظيم ليست نجسة إذا حاضت كما يعتقد غير المسلمين. يقول القاضي عياض: وفيه دليل على طهارة جسد الحائض، إذ لو كان نجسا لنزه صلى الله عليه وسلم القرآن وتلاوته في مكان نجس. قال: وقد استدل به بعض العلماء على قراءة الحائض القرآن، إلى آخره. ولذلك ستجد هذه الروايات التي ذكرها الرافضي في صحيح مسلم تحت هذا العنوان: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم شرعي يدل على جواز هذا الفعل. وأيضا هذا الحديث يبين قدر المرأة في دين الإسلام العظيم، فالمرأة الحائض ليست نجسة كما جاء في كتب اليهود والنصارى. أمام حضراتكم سفر اللاويين من العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى، يقول: وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها ف7 أيام تكون في طمثها. خلي بالك بقى: وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء. انت لمست المرأة الحائض، ألف مبروك، عند اليهود أنت نجس إلى المساء. يقول: وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا. المرأة وهي حائض لو لمست أي شيء أو قعدت على أي شيء فهذا الشيء فورا يتنجس. يعني المرأة وقت حيضها تكون مصدرا للنجاسة وتنجس كل شيء تمسه بحسب كتب اليهود والنصارى. يقول: وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء، وبرضه يكون نجسا إلى المساء. وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. يعني لو زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها أو حتى أي حد يلمس الفراش اللي هي جالسة عليه المرأة الحائض فهم جميعا يتنجسون، ويجب عليهم غسل ثيابهم. وحتى لو استحموا وغسلوا ثيابهم أيضا يكونون جميعا نجسين إلى المساء. لذلك اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة عندهم أخرجوها من البيوت ولا يأكلون معها ولا يشربون. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، لا يأكلون معها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني ما تقعدش معاه في نفس البيت. فسأل الصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى هذا الحكم الشرعي: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا وطئ المرأة في فرجها وقت الحيض. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، إلى آخر الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف اليهود في هذه المسألة. إذن أيها الإخوة، الإسلام جاء ليعطي كل ذي حق حقه، وأتى ليعيد للنساء حقوقهن التي ضيعها الناس قبل الإسلام. فالمرأة ليست نجسة إذا حاضت، ويستطيع زوجها أن يقرأ القرآن في حجرها ويأكل معها ويشرب ويصنع كل شيء من أمور الجماع إلا أن يمس موضع الدم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع ذلك عن طريق القول فقط، بل طبقه تطبيقا عمليا ليكون ذلك درسا وتعليما للأمة الإسلامية كلها. وهذا الكلام الذي قلناه الآن قاله أيضا علماء الشيعة. يقول شيخ الشيعة ناصر مكارم الشيرازي: جمع من اليهود قالوا إن معاشرة المرأة الحائض حرام، حتى المجالسة على مائدة الطعام أو في غرفة واحدة، ويذهبون إلى حظر جلوس الرجل في المكان الذي تجلس فيه الحائض، وإن فعل ذلك تنجست ملابسه وعليه أن يغسلها، وإن رقد معها على سرير واحد تنجس بدنه ولباسه. فهم يعتبرون المرأة في هذه الحالة موجودا مدنسا يلزم اجتنابه. ومقابل هؤلاء يذهب النصارى إلى عدم التفريق بين حالة الحيض والطهر في المرأة حتى بالنسبة للجماع. أما المشركون العرب وخاصة أهل المدينة منهم كانوا متأثرين بالنظرة اليهودية ويعاملون المرأة الحائض على أساسها، خلي بالكم يا جماعة، فينفصلون عنها خلال مدة الحيض.
واخدين بالكم؟ الانفصال عن المرأة تماما وقت الحيض ده قول مين وعقيدة مين؟ قول المشركين العرب، وهؤلاء المشركون تأثروا بنظرة اليهود للمرأة، وهذا الرافضي السبئي الآن يقول بنفس قول اليهود ومشركي العرب. ويستنكر هذا الرافضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع زوجته وقت حيضها ويتكئ في حجرها ويقرأ القرآن. عرفت أيها الشيعة من أين يتلقى هذا الرافضي تعاليم دينه السبئي؟ هذا السبئي لم يأخذ حكم التعامل مع المرأة وقت حيضها من القرآن الكريم ولا حتى من كتب الشيعة، بل تلقى هذا الحكم عن اليهود ومشركي العرب. يعني رسول الله وهو في حجر عائشة يقرأ هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأترك التعليق لكم. كما رأيتم أيها الإخوة، هذا الرافضي بالفعل يؤمن بنفس عقيدة اليهود ومشرك العرب في التعامل مع المرأة الحائض في حيضها، مع أن الآية لا تدل على اعتزال المرأة بشكل كامل والنهي عن مسها كما يؤمن اليهود. يعني ليس المقصود بالآية القرآنية اعتزال المرأة بشكل كامل كما فهم هذا الرافضي من الآية. غلط. فهم الرافضي لهذا الحكم هو نفس إيمان اليهود ومعتقد اليهود وليس معتقد المسلمين. فالرافضي أثبت لنا بفهمه للآية أنه يتبع دين اليهود وليس دين المسلمين. وإليك هذه الضربة أيها الرافضي السبئي من كتبك التي تؤمن بها. أمام حضراتكم كتاب الكافي للكليني، شوفوا عنوان الباب: باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن. وروى عن أبي عبد الله أنه قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله. يعني مش بس النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجر أم المؤمنين عائشة ويقرأ القرآن، لا، دي الحائض نفسها أيضا يجوز لها أن تقرأ القرآن بحسب كلام أبي عبد الله الصادق. هاي حديث عن المعصوم عليه السلام، أنت اللي ما قاري ما مطلع ليش تحكي؟ ليش تتكلم؟ فالإمام المعصوم في دين الشيعة الرافضة يقول إن الحائض نفسها يجوز لها أن تقرأ القرآن، فكيف يمنع زوجها من قراءة القرآن في حجرها ومسها كما فهم هذا الرافضي؟ فهذا يدل على أن هذا الرافضي يقرأ ولا يفهم كما اعترف بذلك عن نفسه. كنا نقرأ ولا نعرف ما نقرأ. وأيضا هذا الحكم قرره شيخ الشيعة محمد الأسدي. يجوز الرجع للحائض، يجوز لها قراءة القرآن. وطالما يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن فمن باب الأولى أن يجوز لمن يجلس بجوارها أن يقرأ القرآن. أكمل يا رافضي. نكمل مع البخاري. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. رسول الله يباشر عائشة وهي حائض. أترك التعليق لكم. إذن أيها الإخوة، بحسب هذه الرواية الرجل له أن يستمتع مع زوجته دون إيلاج، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام كما في هذه الرواية التي عرضتها من صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية فاعتزلوا النساء في المحيض قال لأصحابه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني اصنعوا كل شيء حلال إلا وطء المرأة في فرجها وقت الحيض. وهذا الحكم يقوله أيضا علماء الشيعة. أمام حضراتكم كتاب تفصيل وسائل الشيعة لشيخهم الحر العاملي، يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار. قال: وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة أم المؤمنين كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش. أهو أم المؤمنين ميمونة روت نفس الحديث عندنا وعندكم، فما رأيك أيها الرافضي السبئي في أم المؤمنين ميمونة؟ رضوان الله على السيدة الطاهرة أم المؤمنين ميمونة. وأيضا جاء في كتاب الكافي لشيخ الشيعة الكليني يقول: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث، يعني وهي حائض. وروى بسنده عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شيء ما عدا القبل بعينه، يعني ما عدا الفرج فقط. ويقول شيخ الشيعة محمد باقر المجلسي عن هذا الحديث عندهم: حسن أو موثق. ثم قال: ويدل هذا الحديث على جواز الاستمتاع بما عدا القبل، واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة. ويقول شيخ الشيعة الحلي عن أحكام الحائض: الحكم الخامس: يحرم على زوجها وطئها حتى تطهر،
ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل. تعلموا من العلامة الحلي، تعلموا من العلامة المجلسي، هؤلاء اكتسبوا الثقة. والمجلسي أيها الإخوة كما عرضنا لحضراتكم نقل الإجماع في دين الشيعة الرافضة على جواز مباشرة المرأة بنفس الطريقة التي نقلتها أم المؤمنين رضي الله عنها. فلماذا ينكر هذا السبئي هذا الحديث على أم المؤمنين عائشة وهذا الحكم من الأحكام المجمع عليها في دين الشيعة؟ ما هذا الكيل بمكيالين؟ نعم، هذا الرافضي يكيل بمكيالين، إذا أتى الحكم عندهم كان شيئا جميلا، وإذا أتى نفس الحكم عندنا قام واستنكره. عجيب عقول هؤلاء القوم، والله عجيب. والله يا إخوة أنا سعيد جدا لأن هذا الرافضي يقود الشيعة شيئا فشيئا لإنكار كتبهم واستصغار علمائهم، لأن هذا يسهل علينا مسألة إقناعهم بالحق الذي معنا، وكلما أبعد هذا الرافضي عوام الرافضة عن دينهم كلما اقتربوا أكثر وأكثر من دين الإسلام العظيم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. تغسل رأس رسول الله وهي حائض، ثم ماذا؟ ما هو الحكم الفقهي الذي استفدناه من هذا الحديث؟ الحكم الفقهي الذي استفدناه من هذه الرواية قاله شيخ الشيعة الخونساري في كتابه مشارق الشموس، فيقول: وبعضه أي بعض جسد المعتكف ككله في حكم الإخراج عن المسجد إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في خبر عائشة. كما مر في خبر مين يا خوانساري؟ قال لك كما مر في خبر عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. يعني شيخكم الخونساري أيضا أيها الرافضي استدل بحديث أم المؤمنين الذي تستنكره أنت الآن، وأيضا استدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيخ الشيعة الحلي في كتابه منتهى المطلب، يقول: يجوز للمعتكف أن يخرج رأسه ليرجل شعره ويخرج يده وبعض جوارحه لما يعرض من حاجة إلى ذلك، لأن المنافي للاعتكاف خروجه بجملته لا خروج بعضه. قال: وحديث عائشة دل عليه. واخد بالك أيها الرافضي؟ وحديث عائشة دل عليه. ونفس هذا الكلام جاء في كتاب مجمع الفائدة والبرهان لشيخ الشيعة الأردبيلي. طيب، يعني علماء الشيعة استنبطوا الفائدة الفقهية من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلماذا لم يفهم هذا الرافضي السبئي هذا الحكم الشرعي من هذه الرواية؟ نأخذ الجواب على هذا السؤال من لسانه شخصيا. كنا نقرأ ولا نعرف ما نقرأ، بل هناك فوائد أخرى نستطيع أن نستنبطها من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. منها كما قيل إن الرجل المعتكف يجوز له أن يخرج رأسه خارج المعتكف لغسل رأسه أو لتمشيط شعره وتسريحه، وأيضا يجوز لزوجته أن تقوم هي بغسل رأس زوجها وتمشيط شعره حتى لو كانت المرأة في ذلك الوقت في وقت الحيض. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن المرأة الحائض ليست نجسة كما يعتقد اليهود. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن الحائض بما أنها ليست نجسة فهي أيضا لا تنجس كل شيء تمسه كما يعتقد اليهود. أهو 4 فوائد على الأقل من هذا الحديث. وهذا الرافضي يقرأ الأحاديث والروايات ولا يفهم معناها، ثم يأتي ليستنكر هذه الروايات. يأخذون أحاديث لا يفقهونها ولا يفهمونها، يستدلون بها على خلاف المطلوب أصلا. إذن هذا الرافضي الجاهل يحتكم إلى جهله في الحكم على الروايات، ولأنه جاهل ولم يفهم معنى الروايات وفوائدها الفقهية يخرج مستنكرا علينا. فهل هذا الجاهل لا يعرف أن علماء الشيعة تعلموا هذا الحكم الشرعي واستنبطوه من هذه الرواية؟ ولك يا غبي يا جاهل، أنت اللي ما قاري ما متعلم، ليش تحكي؟ ليش تنصب نفسك مكان واحد جاي يرشد الناس ويعلم الناس؟ أنت واحد جاهل. أكمل أيها الرافضي. نكمل. عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وآله يملك إربه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله لا شغل له سوى مباشرة زوجاته وهن حائض. نعتذر من رسول الله. أولا، أين في الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له عمل إلا مباشرة زوجاته في وقت الحيض؟ الكلام ده غير موجود في الروايات، ولا قاله أحد شراح الحديث، ولا فهمه أي عاقل على مدار التاريخ الإسلامي، فمن أين أتيت به؟ كنا نقرأ ولا نعرف ما نقرأ. ثانيا، أنت الآن تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرواية وتقول نعتذر من رسول الله. طيب يا رافضي، نفس هذه الرواية جاءت أيضا في كتب الشيعة عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها،
أمام حضراتكم كتاب ملاذ الأخيار للمجلسي يقول: وذكر الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش. إذا نفس الحديث الذي قالته أم المؤمنين عائشة قالته أم المؤمنين ميمونة في كتب الشيعة، وأيضا الحديث موجود في كتبنا. فهل سيعتذر الرافضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما قالته ونقلته السيدة ميمونة رضي الله عنها؟ رضوان الله على السيدة الطاهرة أم المؤمنين ميمونة. يعني الحديث بيكون غلط لما تنقله أم المؤمنين عائشة فقط، أما لو أي واحدة أخرى من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام نقلته ده يبقى شيء عادي. ثالثا، الله عز وجل هو الذي أمر زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينقلن للمسلمين ما يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته الشريفة داخل بيته. فقال سبحانه لزوجات نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلن ما يسمعنه من الرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب الله ومن سنته القولية والفعلية والتقريرية والوصفية إلى المسلمين حتى يتعلم المسلمون سنته عليه الصلاة والسلام. فالطبيعي أن تنقل لنا أمهات المؤمنين هذه الأحاديث حتى نتعلم منها هذه الأحكام الشرعية. فالأمر بنقل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رباني إلهي قرآني، فلماذا يستنكر الرافضي أن تقوم أم المؤمنين بطاعة ربها ونقل سنة نبيها إلى الأمة الإسلامية؟ نكمل. قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. طيب تعالوا نقرأ الرواية ونمشي معاها واحدة واحدة. تقول أم المؤمنين عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. وسنرد أولا من عندنا ومن كتب علماء الإسلام ثم نصفع هذا الرافضي الجاهل من كتبه. أولا أم المؤمنين تقول: ما كان لإحدانا، إذن هي لا تتحدث عن نفسها فقط بل تنقل حال نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أنها كانت تتحدث عن نساء أهل البيت جميعا في ذلك الوقت، وفي هذه الحالة سيكون حديثها هنا يشمل بقية نساء أهل البيت، ولا شك أن فاطمة رضي الله عنها أيضا من ضمن نساء أهل البيت، فيكون الكلام يشملها أيضا. ثانيا تقول أم المؤمنين: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، يعني النساء في ذلك الوقت لا تملك إلا ثوبا واحدا فقط، وذلك بسبب الفقر وقلة الموارد والملابس حينئذ. ثالثا تقول أم المؤمنين: فإذا أصابه شيء من دم، يعني إذا أصاب هذا الثوب شيء من دم. خلي بالكم وركزوا معايا كويس، الرواية لا تقول أصابه الدم بل تقول أصابه شيء من دم، يعني قليل جدا جدا جدا. يقول الإمام البيهقي: وفي حديث عطاء عن عائشة رضي الله عنها: قطرة من دم. يقول الإمام البيهقي: وهذا في الدم اليسير. ده يا جماعة في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه، فأما الكثير منه فالصحيح عنها أنها كانت تغسله. إذن الرواية تتحدث عن الدم القليل جدا. رابعا قالت أم المؤمنين: قالت بريقها فقصعته بظفرها. أمام حضراتكم كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، يقول: قولها قالت بريقها فقصعته بظفرها، قال العيني يعني صبت عليه من ريقها فقصعته، أي دلكته بظفرها، وإنما تكتفي بدلكه بريقها عن غسله إذا كان قليلا لأنه معفو عنه، وأما الكثير فقد صح عن عائشة أنها كانت تغسله كما أفاده القسطلاني. طيب احنا بقى نستفيد ايه من هذه الرواية؟ يقول: ويستفاد منه ما يأتي. اولا ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليهن في اول الاسلام فترة من الزمن كانت الواحدة منهن لا تملك الا ثوبا واحدا، كما يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا الا ثوب واحد. قال العيني: فإنهم كانوا حينئذ في شدة وقلة، ولما فتح الله الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذت النساء ثيابا للحيض سوى ثياب لباسهن، كما يدل عليه حديث أم سلمة حيث قالت: فأخذت ثياب حيضتي. سلام الله عليك يا أم سلمة. ثانيا استدل به البخاري وغيره من أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الذي تحيض فيه.
طبعا ليس المعنى جواز أن تصلي المرأة والثوب فيه الدم، لا طبعا، لكن المقصود أن نفس الثوب الذي تلبسه المرأة وقت الحيض هل يجوز لها أن تصلي فيه أم لا؟ الجواب نعم. يقول ثالثا جواز إزالة النجاسة بغير الماء إجماعا. طبعا كما تعلمون الماء في ذلك الوقت لم يكن متوفرا في البيوت بشكل دائم كما هو الحال اليوم، وكانوا كثيرا ما يجدون صعوبة ومشقة في توفير الماء ونقله من الآبار وعيون الماء إلى البيوت، فمثل هذه الأحاديث لا يجوز أن ينكرها من لا يحتاج إليها اليوم منا. احنا عايشين الآن في الحضر في المدن يعني، لكن النساء اللواتي يعيشن في الصحراء أو في ظروف مشابهة وقد لا يجدن لهن إلا ثوبا واحدا، وأيضا النساء اللواتي لا يجدن الماء إلا بصعوبة هن اللواتي يحتاجن كثيرا لمثل هذه الأحاديث. والقاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، يعني كلما كانت الأمور شاقة على الناس كلما يسر الشرع الحكيم عليهم. ومثل هذه الأحاديث لبيان الجواز، وليس واجبا على المرأة كلما أصاب ثوبها شيء من الدم أن تفعل مثل ذلك. خامسا استدل الرافضي بكتاب النهاية في غريب الأثر لابن الأثير. نترك ابن أثير يشرح لنا كيف تتم عملية تنظيف دم الحيض من الثوب. النهاية في غريب الحديث والأثر. وفي حديث غسل دم الحيض فتقصه بريقها، أي تعض موضعه من الثوب بأسنانها وريقها ليذهب أثره. حديث عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته، أي مضغته ودلكته بضفرها. قلت لي إيه؟ فتقصه بريقها. بس الرواية التي ذكرتها بنفسك لم تقل إن أم المؤمنين تقصه بريقها. اتفضل اذكر لنا الرواية بنفسك مرة تانية. قالت بريقها فقصعته بظفرها. وأنا بحثت عن رواية تقول إنها قالت فتقصه بريقها كما قال ابن الأثير فلم أجد، والموجود أنها قصعته وليس قصته، ولعل هذا وهم من ابن الأثير والله أعلم. إذا نحن نحتاج معنى كلمة القصع وليس القص. ويقول ابن الأثير: ومن الأول حديث عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، يعني صبت عليه الريق كما قلنا منذ قليل، فقصعته. فما معنى فقصعته؟ قال ابن الأثير: أي مضغته ودلكته بإيه بقى؟ بظفرها وليس بأسنانها، فالمضغ والدلك المذكور يكون بالظفر وليس بالأسنان. قال ابن الأثير: والقصع الدلك بالظفر. إذن القصع المذكور هنا معناه دلك الثوب وفركه بالأظافر وليس بالأسنان. قال ابن حجر العسقلاني: قوله فقصعته أي فركته بظفرها. الرواية نفسها أصلا قالت هذا الكلام، فقصعته بظفرها، يعني الرواية نفسها مبينة للمعنى ولا نحتاج لكتاب آخر يشرح الطريقة. وأفكرك تاني أيها الرافضي بكلام بدر الدين العيني، يقول: يعني صبت عليه من ريقها فقصعته أي دلكته بظفرها، وإنما تكتفي بدلكه بريقها عن غسله إذا كان قليلا لأنه معفو عنه، وأما الكثير فقد صح عن عائشة أنها كانت تغسله كما أفاده القسطلاني. لكن الرافضي راح جاب كلام لابن الأثير، والكلمة اللي شرحها ابن الأثير أصلا مش موجودة في الرواية، هو بس عايز يتهجم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأي طريقة. سادسا بعدما عرفنا معنى الحديث وعرفنا بعض فوائده الفقهية عند علماء المسلمين، نذهب الآن لكتب الرافضة. أمام حضراتكم كتاب تفصيل وسائل الشيعة لشيخهم الحر العاملي، عنوان باب حكم الريق، وذكر سندا إلى أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم. والرواية التي تليها عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. وشيخ الشيعة ابن الجنيد احتج برواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فتاواه، جاء في كتاب مجموعة فتاوى ابن الجنيد يقول: قال ابن الجنيد: لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب. واحتج بالرواية التي ذكرناها من وسائل الشيعة منذ قليل. بل ذكر شيخ الشيعة الشهيد الأول أن رواية أم المؤمنين عائشة دليل على الحكم الذي قاله ابن الجنيد. وأحب أعرض لكم ما ذكره أخونا الفاضل الدكتور سيد مازن وفقه الله في هذا الموضوع. والأعجب والأغرب في هذا الباب أن ابن الجنيد العالم الشيعي استند في هذه الفتوى إلى الحديث الذي استنكره المقنع. جاء في كتاب ذكر الشيعة في أحكام الشريعة للشهيد الأول في الجزء الأول صفحة 72: وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى، لما روي عن عائشة أنها قالت: كان الإحدانا درع
ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها أي تمضغه، ولقول الصادق عليه السلام: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا. ثم يرد الشهيد الأول على هذا القول فيقول أنه ضعيف لمخالفته الإجماع، والقصع لعله مقدمة الغسل، إلى آخر كلامه. وهنا لا يهمنا رأي الشهيد الأول أو رده على هذا الكلام، بل يهمنا نقله لرأي ابن الجنيد، وأنه بنى رأيه وقوله في هذه المسألة على ما فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهل يجرؤ المقنع ويقول أن العالم الشيعي ابن الجنيد نجس؟ جزا الله الدكتور سيد مازن خير الجزاء على هذا الجواب، وأدعو جميع المشاهدين إلى الاشتراك في قناته الرائعة، ورابط القناة موجود في وصف الفيديو. وأيضا نفس المسألة عرضها شيخ الشيعة الحلي في كتابه المعتبر، وعرض رواية أم المؤمنين عائشة التي احتج بها ابن الجنيد الشيعي على هذا القول، ورغم أنه لم يقل بنفس قول ابن الجنيد في هذه المسألة إلا أنه لم يشنع على الرواية ولا طعن بها في أم المؤمنين عائشة كما فعل هذا الرافضي الذي يقرأ ولا يفهم. كنا نقرأ ولا نعرف ما نقرأ. والخلاصة من هذه المسألة أن ابن الجنيد، وهو أحد أهم وأكبر علماء الشيعة الإمامية في وقته، استدل برواية أم المؤمنين التي يستنكرها هذا السبئي الجاهل. وابن الجنيد ده عند الشيعة مش واحد عادي لابس قناع بلاستيك وطلع على اليوتيوب. في مقدمة الكتاب يقول المحققون عن ابن الجنيد: هو من أجلة العلماء الإمامية، وكان وجيها عندهم وثقة عند جميعهم، وفتاواه كانت مرضية عندهم ومقبولة في الأغلب إلا ما ستعرف إن شاء الله. أكمل أيها الرافضي. نكمل. عن عائشة قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي حائض. نكمل. قالت عائشة: تذكر حديث إلى أن تقول. استنى بس أنت رايح فين؟ لماذا لم تكمل الرواية؟ هل خشيت أن يعرف الناس الفائدة والحكمة من ذكر الرواية ويكتشفوا كذبك وتدليسك عليهم؟ يعني أنت فقط تأخذ من الرواية قولها إنها كانت حائض حينما قدمت مكة وتجري؟ ما هو الرواية لها سياق وفيها أحكام شرعية وفوائد فقهية. قالت أم المؤمنين عائشة: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يعني حصل موقف معين وأم المؤمنين سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي في هذا الموقف، فأفتاها الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم الشرعي. إذا هناك أحكام شرعية موجودة في هذا الحديث، والإمام البخاري ذكر بعض هذه الأحكام فوضع الرواية تحت عنوان: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. لكن الرافضي قرأ لنا أول كلمتين من الرواية وراح جاري. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ طبعا هذه الرواية التي يستنكرها هذا الرافضي على أم المؤمنين عائشة استدل بها علماء الشيعة في كتبهم. أمام حضراتكم كتاب منتهى المطلب لعلامة الشيعة ابن المطهر الحلي، وهو يتحدث عن أحكام الحائض. يقول: ويحرم عليها الطواف، وهو إجماع، لأنه يفتقر إلى الدخول إلى المسجد الحرام، وهو حرام ويفتقر إلى الطهارة ولا يصح منها فعلها لوجود الحدث الملازم الضد وهو الحيض. يعني لا يصح من الحائض أن تتطهر وقت حيضها، لأنه مهما تطهرت فلن تطهر لوجود دم الحيض. طب إيه دليلك يا حلي على هذا الحكم؟ قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني علماء الشيعة بيستدلوا بكلام أم المؤمنين، فلماذا ينكر الرافضي حديث أم المؤمنين بينما أهم وأكبر علماء الشيعة يستدلون به؟ أيها الرافضي، فهمنا أنك جاهل ومش فاهم أي شيء في دين الإسلام العظيم. طيب كمان مش فاهم أي حاجة في دينك. طيب علماء الشيعة استدلوا بالرواية ولم يستنكروها كما استنكرتها أنت، فهل أنت أعلم منهم؟ ما هذه الفضيحة؟ وليس هذا فقط، بل إن أحد الأئمة المعصومين عند الشيعة قال نفس هذا الحكم واستدل بنفس رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي يستنكرها هذا الرافضي. أمام حضراتكم كتاب فقه الصادق لشيخ الشيعة محمد صادق الروحاني، يقول: ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف. قال أبو عبد الله الصادق: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.
يعني الإمام المعصوم عند الشيعة أخذ بحديث أم المؤمنين عائشة وروايتها وفعلها واستفاد منه حكما شرعيا، لكن الرافضي مش عاجبه الكلام وعايز يقول للإمام الصادق أنت أصلا يا إمام مش فاهم حاجة. فالآن هذا الرافضي قد رد على الإمام الصادق، والرد على الإمام كفر في دين الشيعة. يقول شيخ الشيعة محمد المظفر في كتابه عقائد الإمامية: والرد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. إذن الإمام المعصوم عند الشيعة لا يجوز الرد عليه، لأن من يرد على الإمام يكون كافرا، وهذا الرافضي استنكر ما فعله الإمام ورد عليه، فهذا يعني أن هذا الرافضي حسب دين الشيعة كافر وخارج عن الملة لأنه رد على الإمام. لذلك أيها الرافضي، إذا أردت أن تتخلص من فضائحك هذه فأنا سأجعلك توجه لنفسك هذه النصيحة: فلا تضحك على نفسك وتردد هذا الكلام مرة ثانية. تعملش كده تاني، تعملش كده تاني. يلا كمل كلامك. نكمل. عن عائشة قالت: كنت أشرب. بتقول كنت إيه؟ كنت أشرب. طيب أشرب وكمل كلامك. كنت أشرب وأنا حائض. لا لا لا, لا. هذا كثير عجيب. وهي تشرب حائض. ماذا استفدتم من هذا الحديث؟ ما هو الحكم الفقهي الذي أخذتموه من هذا الحديث؟ هل المرأة الحائض لا تشرب الماء يعني؟ طيب أولا هذا الحديث في صحيح مسلم تحت باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. والسؤر هو ما يتبقى من الماء في الإناء بعد الشرب. إذا نستفيد من هذا الحديث أن سؤر الحائض طاهر وليس نجسا كما يعتقد اليهود، ولذلك الإمام ابن حبان ذكر الرواية تحت باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس. هذا الحديث يدحض قول من يزعم أن سؤر المرأة الحائض نجس. ثانيا نتركك الآن لكي تكمل الحديث أيها الرافضي، لكي تخبرنا بنفسك عن فائدة هذا الحديث. نكمل. ثم أناوله النبي فيضع فاه على موضع فيه فيشرب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب خلف عائشة وهي حائض، ويتعمد أن يشرب من نفس المكان الذي كانت تشرب منه زوجته عائشة. ده بقى يا ترى يا هل ترى معناه إيه؟ معناه أولا إن مكان شرب الحائض ليس نجسا كما يعتقد اليهود، وإن الماء والإناء لا يتنجسان بشرب المرأة الحائض. يقول صاحب المفاتيح في شرح المصابيح: هذه الأحاديث تدل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها. ويقول القرطبي: وهذه الأحاديث متفقة الدلالة أن الحائض لا ينجس منها شيء ولا يجتنب شيء منها إلا موضع الأذى فحسب، يعني موضع الحيض فقط. عرفت يا رافضي ماذا استفاد المسلمون من هذا الحديث؟ ماذا استفدتم من هذا الحديث؟ أظن أنك الآن عرفت ماذا استفدنا من هذا الحديث، لكن مشكلتك أيها الرافضي أنك تقرأ ولا تفهم. كنا نقرأ ولا نعرف ما نقرأ. ولأنك تقرأ ولا تفهم فهمت هذا الفهم من الحديث. هل المرأة الحائض لا تشرب الماء يعني؟ عرفتوا يا إخوة اللي مش بيشرب اللبن الصبح بيحصل له إيه؟ وعرفتوا اللي بيعتنق دين الرافضة السبائية برضه بيحصل له إيه؟ وأيضا من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يبين عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كثير من الرجال في زماننا يفعلون مثل هذا الفعل كدلالة على عميق حبهم لنسائهم. وليس الشرب فقط أيها الإخوة، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من نفس المكان الذي تأكل منه أم المؤمنين عائشة. فضل كمل لنا الحديث. وأتعرق العرق وأنا حائض. لا مش العرق، اسمه العرق، والعرق هو بقايا اللحم الموجود على ذراع الشاة. قالت أم المؤمنين: وأتعرق العرق وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعمد أن يأكل من نفس المكان الذي تأكل منه أم المؤمنين عائشة. والله هذا الحديث وحده كاف في نسف أكاذيب هذا السبئي حينما افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمنى موت أم المؤمنين عائشة. رسول الله يتمنى ويحب موت عائشة. وإليكم هذا الكتاب. يقول صاحب الكوكب الوهاج: والمعنى أعطيه صلى الله عليه وسلم الإناء الذي شربت فيه، فيضع فيه على موضع فمي من الإناء فيشرب منه، وهذا من غاية مخالفته لليهود بغضا لهم، ومن نهاية موافقته لعائشة حبا لها. يعني الرواية التي استدل بها هذا الرافضي تبين وتؤكد محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. لماذا عائشة لا شغل لها سوى تحديث الصحابة عن حيضها؟ عارفين يا إخوة دلوقتي إحنا محتاجين إيه؟
محتاجين واحد شيعي خبير في اللطم يعمل لنا لطمية على هذا الكلام البائس. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: مسند عائشة يبلغ 2210 أحاديث. فالرافضي دلوقتي عمل إيه؟ ترك أكثر من 2200 حديث ورواية لأم المؤمنين عائشة، وهي تنقل فيها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه، وجاء على 10-15 حديث الخاصين بأحكام الحيض ليقول هذا الكلام المضحك. لماذا عائشة لا شغل لها سوى تحديث الصحابة عن حيضها؟ لا يا إخوة، إحنا هنفترض أن أحاديث أحكام الحيض التي روتها أم المؤمنين 22 حديث، يبقى مجموع أحاديث الحيض أقل من 1% فقط من أحاديث أم المؤمنين، 1% فقط، ومع ذلك خرج هذا السبائي بهذه النتيجة المضحكة. صراحة أخزيتموني أنا كمتشيع أمام الشيعة. وحتى أحاديث أحكام الحيض التي روتها أم المؤمنين مليئة بالفوائد الفقهية والأحكام الشرعية، وتعلمنا منها ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص المرأة الحائض، ومع ذلك خرج الرافضي ليكذب ويفتري على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لذلك أيها الرافضي السبائي، أنا أنصحك مرة أخرى بهذه النصيحة، فلا تضحك على نفسك وتردد هذا الكلام مرة ثانية. أكمل أيها الرافضي. حديث آخر: عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض. ماذا استفدت من هذا الحديث؟ استفدنا من هذا الحديث الجزء الذي بترته ولم تكمله. تعالوا نقرأ الحديث كاملا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. إذا أم المؤمنين تقول وعلي مرط، وعليه يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم بعض إلى جنبه، يعني جزء من هذا المرط. المرط كساء، وكان على جسد النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذا المرط وهو يصلي قيام الليل. عايز تعرف بقى الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية من هذا الحديث؟ هذا الحديث يدل على أن جسد المرأة الحائض ليس نجسا كما يعتقد اليهود، ويدل على أن مرط الحائض وثيابها أيضا طاهرة وليست نجسة. بقول لكم إيه، تعالوا نشوف الإمام النووي نفسه ماذا يقول عن هذا الحديث. يقول: وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجانب المصلي لا يبطل صلاته. يقول: وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى. وفيه يعني من الفوائد أيضا جواز الصلاة بحضرة الحائض، وأيضا جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها. كل هذه أحكام شرعية وفوائد فقهية مستفادة من هذا الحديث، لكن أي سبئ يقرأ ولا يعرف ما يقرأ طبيعي جدا أنه لا يفهم هذا الكلام. ماذا استفدت من هذا الحديث؟ إذا كما رأيتم أيها الإخوة، هذا الرافضي الذي يقرأ ولا يفهم استنكر الأحاديث النبوية الصحيحة التي تحتوي على أحكام شرعية لمجرد أنه يريد أن يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأي طريقة. وستظل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جبلا شامخا ومنارة عالية وشامة في جبين الإسلام، وسيخسأ مبغضوها اليوم كما خسئ مبغضوها بالأمس. وأما هؤلاء المبغضون فلا يضرون إلا أنفسهم بمثل هذه الأكاذيب والطعونات والافتراءات. أرجو نشر الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما، والدال على الخير كفاعله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو حضرتك مهتم بتفنيد أكاذيب أعداء الإسلام فيمكنك الاشتراك في هذه القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.